فاصل ونواصل كلامنا في فقرتنا الخطيرة جدا. وكنا وقفنا في كلامنا يا دكتور عن خطة فرض الحماية الدولية على مصر عن طريق الانتخابات الدولية البرلمانية. عن طريق الانتخابات البرلمانية. أنا بس عايز أخلي السادة المشاهدين يتأملوا معايا في مواقف معينة. يوم 25 يناير مين اللي خرج؟ شعب مصر. تمام؟ كويس. يوم 28 يناير انضم لهم مين؟ الإخوان. الإخوان المسلمين. مظبوط؟ التيارات الإسلامية. الكل بيقول إن الإخوان نزلوا بعد ما حسوا إن العملية هتنجح. لا، القصة مش كده. لا. طب إيه؟ أقول القصة إن تم اتصال بين الإخوان وحاكم قطر، وحاكم قطر هو اللي قال لهم انزلوا الفيل أبو شنب. نفس الدور اللي قام بيه مع حماس في غزة لما كلفوه انه يبلغ حماس ان هم ينفصلوا بقطاع غزة، اسرائيل مش هتزعل ولا امريكا. قال لهم كده برضه، بلغهم قال لهم انزلوا، امريكا مش هتسند حسني مبارك ولا اسرائيل هتزعل. قاموا نازلين امنوا الامريكان عن طريق حاكم قطر ونزلوا. نفس السيناريو كما انزل. ليه؟ اللي بيحصل في مصر النهارده هي نفس الخطه اللي نفذت في اندونيسيا وادت الى فصل تيمور الشرقيه. نفس الوضع زي ما هو، صوره تبكي. ما تيمور الشرقيه انفصلت عن طريق الانتخابات. بلاش جنوب السودان انفصل ازاي؟ باستفتاء. انتخابات. بلاش. مصر اول تقسيم لمصر كان سنه كام؟ 54. عن طريق ايه؟ انتخابات برضه. استفتاء عملوها، طلعت النتائج انفصال جنوب مصر عن شمال مصر. تمام؟ مين اللي جاب عصام شرف؟ ميدان التحرير. مين في ميدان التحرير؟ الاخوان المسلمين. البلتاجي لما واقف يرفع ايده ومعاه شويه ناس يعني مفيش حد مشغل دماغه خالص، كله مندفع تجاه العواطف للاسف. جه عصام شرف رئيس حكومه. انت عارفه حضرتك ايه اللي حصل في الانتخابات المرحله الاولى؟ تزوير فاضح لصالح الاخوان المسلمين والسلفيين. انا ما بقولش كلام من بيتي، انا معايا المستندات. ايه المستندات؟ اتفضلي يا ريت يا استاذ مصطفى توري الناس من خلال المستندات اللي قدامي. اشتغل بالكرين يا بيه عشان خاطر يجيب. اتفضلوا يا جماعه. دايره ايه دي؟ دي دايره من ضمن الدوائر. الدايره الثانيه في القاهره. وفيه دايره الخليفه والمنيل والمقطم والسيده زينب ومصر القديمه ودار السلام. الدايره الثالثه. اتفضلي. فين يا بيه اللي بتاع؟ ده ايه؟ قرب يا مصطفى. دي الكشوف. تمام؟ الكشوف بتاعت الناخبين. هي مش واضحه يا دكتور، نقرب بس يا مصطفى. ايوه هو بس خدها بالكاميرا بتاعتك. اديك شوف الناخبين. اهي الناس ماضيه اهي. يعني معناه ان هو دخل وانتخب. ادي الكشوف بتاعتها. تمام؟ الله. امال فين القاضي؟ المفروض دي بتتحرز. بالظبط. علشان لو حد طعن في الانتخابات، هي دي مستندات صحه العمليه الانتخابيه. اهي مكتوبه اهو. هات لي الصوره ثانيه يا بيه. صوره ثانيه يا مصطفى. اظبط يا بيه تحت. كشف باسماء الناخبين في انتخابات مجلس الشعب
لجنة الانتخابات الفرعية رقم 1871 ومقر 2 المركز الانتخابي مدرسة العقاد المطرية. دي مكانها فين؟ المطرية. المفروض الحاجات دي تبقى مع مين؟ تبقى موجودة تبقى معايا دلوقتي؟ انا؟ لا طبعا. لا، تبقى في اللجنة العليا للانتخابات متحرزة. شايفة قد ايه بقى حضرتك؟ اهو. يا اخوانا هات لي يا عم مصطفى، دي مستندات. اتفضل اهو كل ده. طيب نشيل من النص على طول، جايز يقول له توفيق جايب ورق ابيض اهو. اهو اتفضل يا بيه. اهو. ايه ده بتطلع ايدي على الهوا؟ اهو. اتفضل. ادي اول مستند. كم دول؟ 1000 ورقة. كل ورقة فيها ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 اسماء في الكشف الواحد في 1000. يبقى كام؟ 10000. 10000 صوت ما لهمش مستندات. دي مهزله اللي عملها عصام شرف. دي كارثه. ده المفروض يتم محاكمه عصام شرف والحكومه بتاعته. ما ينفعش يتسابوا. واحنا هنطالب يوم الجمعه في العباسيه بمحاكمه عصام شرف. نعم. دي مهزله. اتفضلي. المستند الثاني. قرب يا استاذ مصطفى بعد اذنك. ده ايه؟ المطريه مقرها مدينه نصر الدايره الثانيه. تمام؟ نفتح مع بعض قدام الساده المشاهدين. انا اقول لك التزوير تم ازاي. مستندات خطيره. مستندات خطيره. ده لازم الدنيا كلها تعرف. نعم. وان دلت فتدل على كارثه. الله، ده الواحد مش لاقي عمال يقفل من هنا ويقفل من هنا ويقفل من هنا ولا شغل حل حوش. مستهدفين مصر، مستهدفين بالذوق بالعافيه بالجزمه، عايزين مصر. انما باذن الله اموت قبل ما يحصل الموضوع ده. ربنا ياخدني قبل ما يحصل الموضوع ده. اتفضل اهو. اتفضل اهو. هات يا بيه من الكاميرا اللي في الوش اقطع. ادي التذاكر بتاع الانتخابات المتحرزه. ده ختم ايه؟ الختم اهو مكتوب عليه ايه؟ اللجنه الانتخابيه رقم كذا. اهو كله بالمستندات، ومشاهدينا كلهم شايفين ان احنا ما بنقولش كلام، بالمستندات والاوراق اهو. اتفضل ناخد ده. دي تذاكر كانت موجوده. امين اللجنه قاعد يفرز، لقى حد معلم على احزاب غير الحريه والعداله بتاع الاخوان المسلمين او النور السلفي بتاع السلفيين، يقوم معلم علامه كمان مبوظ الصوت اهو. اهو اللي بيفرز ايه بقى؟ عصام شرف. اللي حصل كالاتي: تم التنسيق بين حزب العداله والحريه وحزب النور السلفي وحكومه شرف ان الموظفين اللي هيبقوا موجودين مع القضاه يبقوا من رجاله الاخوان المسلمين ورجاله السلفيين. وبالفعل جميع 70% من اللجان على مستوى الجمهوريه كان على مستوى الجمهوريه في المرحله الاولى كان امناء اللجان اللي هم زي السكرتاريه بتوع القاضي في اللجنه
من الاخوان المسلمين والسلفيين. كانوا بيعملوا ايه غير ده في مصايب تانية. ايه يا دكتور؟ اللي انا قعدت احذر الناس منها ومفيش فايده. اصل حاجات تجنن. صندوق في دايره المقطم والخليفه اللي هي الدايره الثانيه. في 1000 صوت، 1000 صوت كلهم لحزب العداله والحريه، وهو اساسا الصندوق 1000، يعني ما فيش مخلوق ما انتخبهمش دخل. قال حتى حزب الوفد مثلا، او قال حتى حزب العرب الناصري مثلا، ال1000 صوت لحسابهم. ده 3 صناديق مش صندوق واحد. 3000 صوت. ولا صندوق ولا صندوق لحاجه تانية. الموضوع ايه بقى؟ ولا تذكره لحد تاني. حزب العداله والحريه صندوقين، والنور السلفي صندوق. يعني صندوقين، كل صندوق فيه 1000 صوت، وهو اساسا الصندوق كله 1000 صوت الحريه والعداله، وصندوق 1000 صوت للنور السلفي. والناس اتجمهرت، قال لك هنعيد الانتخابات. تعيد الانتخابات؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. احنا بندمر الوطن، بندمره. طبعا. الاستاذ عصام شرف وحكومته كان في تنسيق بينهم وبين الاخوان المسلمين والسلفيين. جابوا جميع امناء اللجان 70% منهم على مستوى الجمهوريه من اعضاء جماعه الاخوان المسلمين واعضاء في التيارات السلفيه. قاعدين بقى في اللجان بيعملوا ايه؟ الاخطر بقى، وده الكلام اللي انا قلته وصوتي اتنبح فيه، ولا حياه لمن تنادي. نعم. بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه بسيطه جدا، حاجه في منتهى البساطه. بيعملوا ايه يا دكتور؟ ساعه ما يلاقوا ستات مسلمين طبعا بيعرفوهم من الحجاب داخلين، يقولوا لا خلي بالك المسيحيين بينتخبوا حزب نجيب ساويرس، خلي بالكم المسيحيين كلهم بينتخبوا نجيب ساويرس والكتله بتاعته، الكتله المصريه. طبعا شيء تلقائي ان اي حد مش مدي اخوانا للموضوع طبعا ده في 90% من اللجان في ناس انفعلت وقالت طب والله لا منتخبين الاخوان. شفت بقى حضرتك البالانس ازاي؟ العب على المشاعر الدينيه بالظبط، يخلي الناخب داخل ويقول له ده المسيحيين بيعملوا كذا. هو ده اللي انا قعدت انبه عليه قبل الانتخابات، اقول يا جماعه الجمعيه القبطيه ما ايه يا مالها ومال الانتخابات؟ يا اخوانا احنا عايزين نكون مصريين، احنا مصريين مش هنقسم نفسنا. ده هم كده خدموا الاخوان يا دكتور. ما هم خدموهم من غير ما يحسوا يا فندم، ما هو ده الهدف. ليه؟ نرجع برضو بالتاريخ لورا. نجيب ساويرس ده من المماليك ولا ما هوش من المماليك؟ لا، المماليك طبعا. ده كان الصديق الصدوق لجمال مبارك وعلاء مبارك. ما بيفوتش يوم الا ما بيكلموه يكلمه. قبل ثورة 25 يناير جمال مبارك طلب نجيب ساويرس في التليفون. قال له المقر بتاع الحزب الوطني اللي في روكسي في مصر الجديدة عايزين نجدده. راح نجيب ساويرس فور المبنى كله 3 ادوار وبنى فوقه دور رابع هيكلي، وغير الارض وغير كله، حولها لرخام، يعني من اغلى انواع الرخام على حسابه، على حساب نجيب. جت الثوره قامت، ما كانش لسه نجيب بقى سلمه مقر الحزب الوطني اللي في روكسي. جت الثوره قامت،
وحسني مبارك تخلى عن الحكم في 11/2. يوم 12/2 كان نجيب ساويرس بعت رجالته شالوا الكراسي اللي هو جايبها في الحزب وشالوا سابوا الحزب على الارض. تمام. خد التانية بقى. اول واحد طلع على قناة العربية مع مجموعة من شباب التحرير مع الاستاذ حافظ المرازي كان هو نجيب ساويرس. عمل زعيم. صح؟ صح. ليه؟ ليه؟ علشان تبدأ المرحلة اللي هي مرحلة وخطة استخدام الدين. يا جماعة كل الكلام ده حصل في صربيا كما هو فوتوكوبي. طلع أصبح من المنظرين الثوريين، وهو كان نايم مع جمال مبارك قبلها بيومين. والله يعني قاعد معاه ما بيسيبوش. انا بقيت قاعد قدام قناه العربيه اضرب كف على كف. مذهول طبعا من اللي بيحصل. ايه ده ابن الذين صرف يجي اكتر من 10 مليون جنيه على مقر الحزب الوطني اللي في روكسي. الله. فرصه بقى، طالع يلعب فرصه حقيقه. قلت لا اقف، لازم اقف هنا. وبدات. انا عندي طبعا مجموعه دراسات والله العظيم بقيت امسكها كده وارجع الفها كده. انا عايز افهم. الى ان ربنا اكرمني بوثائق قدرت اعرف منها ان هناك خطه بديله. في خطتين. الخطه البديله في حاله عدم نجاح الثوره الملونه يتم احداث السببيه التي تؤدي الى فرض الحمايه الدوليه كمرحله اولى لعمليه تقسيم مصر. نعم. قلنا نشوف. لقينا بقى من ضمن الخطه مكتوب